كنت وعدتكم ان انا هقدم لكم فيديو الخروب، وانا عندي وعدي وبقدمه لكم دلوقتي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. آه الخروب من المشروبات الرمضانيه اللذيذه جدا الطبيعيه، ولو جربت انك تعمليه في البيت مش هتشتريه من بره ابدا ابدا. انت ما تعرفيش هما بيضيفوا ايه بره، لكن في البيت بيبقى حلو جدا. يلا بينا نبدا، واقول لك على الطريقه بسهوله جدا. مبدئيا لازم تبداي في حله الومنيوم. انا بدات في حله ستيل وبعدين قلبتها في حله الومنيوم، لان الحله الالومنيوم احسن وانجح في عمايل الخروب. بتجيبي مثلا لو هتستخدمي 5 كوبايات خروب، هتعملي قصادهم 4 كوبايات سكر. لو هتستخدمي 10 كوبايات خروب، يبقى هتستخدمي قصادهم 8 كوبايات سكر، وانت ماشيه كده بالظبط. هو ده المقدار المظبوط. بعد كده بتغيبي تقلبي على نار عاليه لحد ما توصلي لمرحله كده تبداي تخلي النار نص ونص عشان ما يتلسعش منك، بس ايدك فيه على طول وتقلبي على طول. طبعا انا بجري الفيديو، بس طبعا هو بياخد وقت شويه وعايز صبر شويه وعايز ايدك على طول في الحله لحد ما يوصل للون الكرمله اللي هي مش غامق ولا فاتح، يبقى مظبوط. خلي بالك لو غمق منك هيبقى مرر ومش حلو، ولو فاتح برضو لونه ما بيبقاش حلو قوي وطعمه ما بيبقاش حلو قوي. فلازم توصلي للمرحله اللي انت شايفاها قدامك في الفيديو دي. بعد ما بتوصلي للمرحله دي بتطفي النار وبتحطي ميه من الحنفيه. هيبدأ معاكي يحجر، هتحس ان المعلقة ماسكة فيه والقعر ماسك اهو زي ما انت شايفة كده، والقعر حجر. لا، سيبيه بقى يسخن شوية وهتلاقيها ما شاء الله فكت وبقت زي الفل. طيب بعد ما يبدأ يغلي تسيبيه يغلي 10 دقايق بالظبط. من بعد بداية الغليان تسيبيه يغلي 10 دقايق. بعد كده هتطفي عليه النار وتزوديه شوية مية من الفلتر، وتبدأي تصفيه بالمصفى العادية جدا، مصفة الخضار العادية جدا. تمام. بعد ما نصفي هيبقى فيه طفل بقى. هل الطفل ده هنرميه على طول كده؟ لا طبعا. الطفل ده طبعا احنا هنستبعد الحلة اللي فيها العصير دي شوية، نحطها جنبنا كده ونجيب حلة تانية ونحط فيها المصفى بالطفل بتاعها، ونحط على الطفل شوية مية لحد ما يبدأ يبرد. شوية مية مش كتير، صغير. خلي بالك وانت بتزودي المية، خليكي حريصة واحدة واحدة عشان يبقى طعم العصير معاكي مش مميعي. بعد كده هنبدأ نعصر الطفل لحد ما ينزل العصارة اللي فيه كلها. دي بتبقى طعمها حلو ولونها حلو جدا. وبعدين نجيب شاشة ونبدأ نصفي شوية العصير الأخرانيين دول اللي احنا عصرناهم بإيدينا. هنلاقيه بيطلع معانا بعد ما يخلص طفل كده زي طفل البن كده، بس ما ينفعش يتساب في العصير. تمام. زي ما انت شايفة كده بالظبط. بصي زي طفل البن خالص اهوت، هنتخلص منه. ولو عايزة تجيبي بقى شاشة اكبر وتصفيه كله يبقى خير وبركة. تمام كده. طبعا هنقلب كل العصير على بعضه، هو لسه طبعا سخن معانا. هنسيبه يهدى بقى في الحلة ونبدأ نعبيه في اكياس. عايزة تعبيه في اكياس عبيه، عايزة تعبيه في ازايز عبيه وتحتفظي بيه في الفريزر. بيقعد معاكي ممكن شهر رمضان كله في الفريزر، مفيش اي مشكلة. ويوم ما تحبي تقدميه على الفطار طلعيه قبل من الظهر. طلعيه من الظهر. لو انت حطاه في اكياس، حط الكيس في طبق غويط شوية، عشان ممكن الكيس يكون مخروم. لما يفك معاكي يقوم ينزل كله، وده حرام يعني. فانما لو هتصفيه لو هتحطيه في ازايز وتحتفظي بيه بازايز، ممكن تطلعي الازازه او الكيس من الظهر، وزي ما قلت لك هيفك وتقدميه على الفطار. بيبقى جميل جدا جدا، والف هنا وشفا. وبيبقى منعش وطعمه حلو وبدون اي اضافات وطبيعي 100%. ولما تجربي تعمليه صدقيني مش هتشتري من بره عصير خروب تاني ابدا ابدا. الطريقه دي انا بستخدمها من حوالي 20 سنه واكتر، وانت كمان هتعتمديها ان شاء الله.